اكتشفت لكم مطعم سوري جديد في محطه الرمل في قطع السلطان حسين مع صفيه زغلول في اسكندريه، اسمه ابن الباشا. بيعمل شويه افتكاسات مع الشاورما والفتة الشاورما والماريه. اول افتكاسه فراخ بالشيتوس الحار. بص بقى الكلام، صدور فراخ مقليه بالشيتوس الحار، رهيبه بجد، حلوه قوي. صدور حجمها حلو قوي، متبله كويس، بتقرمش. دي بقى ماريه بالموتزاريلا، شاورما فراخ زي ما احنا متعودين. دي بقى ماريه بالفلافل، دي الماريه اللي بالموتزاريلا اهي، شاورما حلوه، شويه جبنه، تحفه. دي بقى الماريه الفلافل، فلافل خيار مخلل لفت دبس رمان. ماريه الفلافل دي هتنفع فطار، وممكن اكلها في عشاء، ممكن اكلها في غدا. جامده قوي الماريه دي. طالما بقى مطعم سوري لازم نجرب الشاورما بتاعتهم، فقلت اجيب البوكس الشاورما العربي ده. بيبقى فيه شاورما لحمه وشاورما فراخ كده. شاورما فراخ تتبيله حلوه، الفراخ طعمها حلو قوي، والعيش متحمص تحميصه خفيفه كده جامده. قطعه برده لحمه، التحميصه اللي بتبقى على الشوايه بتاعت الشاورما دي تخلي العيش جامد قوي. لحمه برده حلوه قوي، بس الفراخ احلى. دي بقى فته فور سيزون، شاورما لحمه، شاورما فراخ، كريسبي، شيش طاووق. الشيش طاووق عشان ما دقناهوش، حلوه جدا. بعدين نجرب الكريسبي، ندوب شويه رز اهو. حلو برده الكريسبي وعليه صوص باربيكيو. دي شاورما فراخ ودي شاورما لحمه. احلى حاجه بقى في الفور سيزون دي ان انا اصلا بزهق لما باكل صنف واحد، هي فيها 4 اصناف، بالنسبه لي ممكن اقعد اكل فيها طول اليوم. هم عاملين عروض كتير وافتكاسات جديده، تعالوا جربوهم وقولوا لي رايكم.